ألف مبروك لمنتخب المغرب التأهل إلى الدور النهائي من مسابقة كأس العرب قطر بعد فوزه التاريخي على منتخب الإمارات. المنتخب المغرب أعطانا درس في كرة القدم، أيستحق هذا التأهل إلى النهائي؟ لا مجال للمقارنة. ناس تحب تنجح، ناس تخدم على رواحها. راهو التكوين راهو ماهوش في الفرق الكبيرة. المنتخب المغربي هذا من الأكاديمية محمد السادس، من الفار، من تويركا، جابوا ان فري فورماتور مغربي، مش راهو ديما يلزم باسبور احمر. مغربي متكون على قاعده صحيحه، كون لهم معمل، جابوه، وفروا له الامكانيات، قالوا له خويا تفضل اخدم على روحك، وفروا له كل شيء ونشوفوا في النتائج. يا خويا كان راهو ما نحكي، ما نحكيش على تونس بركه، راهو نحكي على تونس ومصر والجزائر وليبيا، الكل البلدان الجيران فرد راهو كيف احنا وياهم، راهو الكلهم نتائج من السلبيه الاكثر سلبيه منها. كان ما نتعلموش وما نشوفوش اموا سيدي، ما نحبوش نتعلموا من اوروبا، الله غالب خويا ما نتعلموش، هو جيراننا سالش. صحيح. ناس تخدم على روحها، وناس احسن لاعب في العالم، ثاني افضل لاعب في العالم، هداف البطوله، هرب منهم كان حارس المرمى، هربت عليهم كان جائزة حارس مرمى. هما لي بريميس نتاعهم ظهروا ديجا من البول ديريت ماتش وقت ما ترشح. شو دكتور، ما كان حتى حد بالتشكيله هذه اللي كعملنا طلع فيها، احنا ما فهمناش الملاعبيه اللي يكوروا في الكيبات الكبار مشهور، معناها ما كان حتى حد الامانه يتوقع باش تعدي. راهو اللي كون المنتخبات العربيه وحتى الافريقيه كي يعمل لك ان اكسبلوا ديما تو سويت ابري كالي، tout de suite après يخرج contre l'adversaire le moins attendu. معناها ديما نقعدوا سير نوتر فان، تقول كان ينجموا يعملوا تصريح اللي عملوا زبير معناها فهمني ولا الحقيقه قال لك عندهم كان الهدره واحنا مشينا وكليناهم، وتصريح بتاع عبد واثق في روحه، واثق فهمني، وعنده البوتنسيال وعنده التالون وعنده كل شيء. الحقيقه اليوم شفنا فريق المغرب جاوها 6 فرص سانحه للتسجيل. صحيح. وتجي تشوف مثلا فهمتني لاعبي المغرب دونجي فيان دو بارتو، اتاكون الناس الكل تنجم تماركي، سوليديتي ديفونسيف كبيره، جارديان كيف ديما حاضر، معناها تحس اللي هو فريق متكامل واللي الحقيقه تخدم بالضبط على عوام وتبعوه. وكيما حكينا ديما لي مويان سامحك لازم منهم لي مويان، الفلوس لازم منها، تسهيلات لازم منها، الماده لازم منها، لكن صديقي زاد فما 50% فوار بلوس تاع حسن تدبير ومتاع التكتيك ومتاع فهمتني ولا استراتيجي. نجم نطبقوا نموذج النجاح. نجم مش صعيب برشا، معناها في الليجون اسهل من الكبار. نرجعوا لواقعنا مثل احنا دكتور قال النجم، بالنسبه لي انا ما عنديش حتى 1% امل، مش توا لا توا لا 10 لا 20 سنه على 10 سنين ما بيناتنا، ان شاء الله ربي يحيينا ونتقابلوا 20 سنه باش نلقاو روحنا فرد عشنا على عدد اخفاقات كبيره. لو دكتور قال كلمه باهيه كما قلنا، راهو مش حكايه برشا مويان، يلزم ايمان بالفكره. راهو احنا على الاقل نتكلم على تونس اخر اهتماماتهم هي الرياضه. برا شوف انت البيجي المتوفر للرياضه تعرف اسكو ثماش ريتش فكر، انت فكر حتى لك متعديه كي اللي باش يبنيوا ملاعب ولا باش يعملوا باش يحضروا، اسكو موجوده الفكره؟ ما هيش موجوده جمله. تيفك ايكيبيت سينيور ما عندهمش وين يلعبوا على حجر ويلعبوا على الواحد. دكتور راه ما هيش في الاهتمامات بكل. راهو هذايا سامحني جوست نقص عليك بربي نتفاعل معاك، اما كي ترى المغرب كيفاش اون سي بو دو طون راهو الاكاديميه نتاع محمد سادس اللي تحكي عليها والجمعيات هذوما ساتيليت نسميهم اني اللي هما فوال للتكوين كيما بارادو في الجزائر، الدوله وفرت لهم اما كي ترى كيفاش اختصروا المسافات. انت المره اللي فاتت تحكي لنا على الفورماسيون نتاعك مع لي زاربيتر القطري، كيفاش كي هما وفروا لك اوسي بيان لي مويان كو اللوجيستيك اللي كان يتعمل في 10 سنين تعمل في عام. هو سي بوسيبل، اما الدوله مش تخمم في الموضوع هذا. دونك يفو ان بو دو مويان، يفو بوكو دو سبستانس غريز، ولازم العباد تقف، ولازم لا معناها على 10 سنين النجم ومش على عامين، يعني قلت مش على 5 سنين النجم، مش على البريود. كان الفكره موجوده نقول لك ممكن، اما الفكره ما هيش راهي مطروحه بكل دكتور، مش مطروحه برا بوكو دو جون تري تالونتو. ما نحكيش انا راني ديما نحكي لك، ما نحكيلكش على جو، ما نحكيلكش راهو على الماتير بريمير، ما نحكيلكش راهو على الامكانيات، نحكي لك على الانفراستركتور. الانفراستركتور ما هيش موجوده وماناش نخموا حتى باش نصلحوها. قلت لك الراجل قال لك الحاجه الوحيده اللي عندنا برشا صغيره قال لك سكر جماعتي اللي فاتوا. سيش تحكي لي دكتور، انا الاكاديميه تدي ليكيبات الكبار اللي نورمالمون عندهم لي مويان اكثر من الاخرين،
راهو يتريناو 3 كاتيجوري و4 كاتيجوري راهو في نفس التيران. والحاله نتاع لي سونتر يا ودي تحكي لي دكتور ما عندهمش حتى وين يرقدوا شنو ياكلوا في الصباح. يقوموا الصباح ولاد صغار راهو يسكنوا راهو في لي سونتر ما يلقاوش شفتوا فطور الصباح يمشي للعطار يلوش باكو بسكوي باش ياكل ساعات ما يخلطش عليه. باش تكون دكتور باش تكون دكتور يجي يقول لك لازم كان جات الفكره موجوده قرايه بحذا كان جات الفكره موجوده نقول لك ماهيش صعيبه نجم خاطر عندنا ديما تخلق تونس جولات اما الفكره ماهيش مطروحه وقتاش باش نكون محمد السادس 2008 2009 بريسك 16 سنه 15 عام 16 سنه شوف شنو خرجوا ما خدمتش خدمه على المدى البعيد مش على عام انترناسيونال هي حاجه ويخزر الملاعب اللي عندهم النوادي الملاعب اللي عندهم لي سونتر دو فورماسيون حسام شنو اللي كانت سباقه في لي سونتر دو فورماسيون في العرب نحكي لك لا مش جمعيات تونس احنا سباقين شو قداش كان عندنا من سونتر دو فورماسيون تصور انت لي سونتر دو فورماسيون اللي عندنا الكل في تونس هذوما اذا تلاقوا بهم وامنوا بهم لانه الاراده هي اهم حاجه. شوف انت توا راهو من لي زاني 90 عندنا دي سونتر اليوم سونتر يحلك انت في 2009 في 16 سنه يوصل يخرج اون ايكيب اللي تهز يتوج صحيح علاش قلت لك يخرج اون ايكيب اللي تهز كوب دو موند. لا لو بلو بو مش هكاكا يتوج شكون مع عباد عندهم 60 و70 و80 عام. الا دليل باش توري البرفورمانس نتاع كل فريق وطني جيس باش نعقب على كلام حسام معناه واقعي ومعقول جدا. الناس هذوما هما وبطولاتهم قاعدين يتقدموا قاعدين يخدموا قاعدين يتطوروا ومستوى ديما ما نقارنوش نقارنوا بالفريق الثاني متاعنا ولا متاع والبطولات متاعنا. الفرق هذه ابار التطور والخدمه وكل شيء عندهم لي كونديسيون كل شيء حسام معناها. سامحني كريم وقت اللي يا دكتور قبل ماتش تونس والبرازيل تونس والاردن في الاعلام التونسي ينفجر افتخارا بالمنتخب الوطني المغربي بعد التاهلات التاريخيه لعناصر الناخب الوطني طارق السكيتيوي امام منتخب الامارات وتاهل المنتخب المغربي رسميا الى الدور النهائي من مسابقه كاس العرب. المقابله كانت شيقه بين الطرفين وكان المنتخب المغربي مستحوذا على الكره في الشوطين لا سيما في الشوط الثاني حيث خلق رجال الناخب الوطني طارق السكيتيوي مجموعة كبيرة من الفرص الصالحة للتسجيل رغم ضياع أغلبها، إلا أن المنتخب المغربي تمكن من التأهل إلى الدور النهائي في انتظار مقابلة الأردن والسعودية بعد قليل. المنتخب الوطني المغربي أكد علو كعبه على جميع المنتخبات العربية التي وجهها إلى حدود اللحظة في مسابقة كأس العرب في قطر. كذلك طارق السكيتيوي يستمر في نجاح تغييرته على مستوى الأشواط الثانية من جميع المقابلات، حيث أنه يحتفظ باللاعبين كشكر لإدخالهم لتغيير مجريات المقابلة، وهو الأمر الذي أكده الإعلام التونسي، حيث أكد بأن طارق السكيتيوي هو رجل الأشواط الثانية. متابعينا الكرام، خلوا لنا الآراء ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات، بالإضافة إلى أكبر عدد ممكن من اللايكات باش أنا نوصل الفيديو إلى الإعلام العالمي. وشكرا لكم جميعا على المتابعة.